أتذكر من كنت ببيت أهلي أمي كانت تسوي لنا تشريب باذنجان. تشريب باذنجان صدق؟ إي والله. بجدر في زيت وعلى النار تقلي الباذنجان اللي قطعته بالطول وتحمس وياه بصل صحاح وملعقتين كبار من معجون الطماطة وتحمسهم حمسة كلش زينة، وتكون طبعا سالقة اللحم ومستوي تمام، وتضيفه ويا السوب مالته على حمسة المعجون والبصل، وتخليه كاسة طماطة مهروسة ونومي بصرة وكاسة حمص مسلوق ومستوي ونملح ونفلفل، وآخر شي حتضيف الباذنجان اللي قلته، ويبقى التشريب على نار هادئة نص ساعة. ما أحكي لكم على ريحة التشريب وطعمه غير شكل، كلش طيب وأني وعائلتي كلش نحبه، بنكهات البصل والباذنجان واللحم فتشي مو طبيعي ولا غلطة. وحفظوا الفيديو لأن حيفيدكم بشهر رمضان أكيد، وأتمنى تجربوه وتقولوا لي رأيكم. الله يرحمك يا أمي على هاي الوصفة الحلوة.